العزيز يوسف كريم العنزي، حياك الله اخوي يوسف، مدير فريق كرة القدم في نادي الجهرة. ابو خالد حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك، واحنا سعداء بسماع صوتك. هلا اخوي احمد، انا سعيد واحب اصبحك بالخير، اصبح الضيوف الكرام اللي معاك. حياك الله. انا امانه شدني كلام الكابتن الكبير عبد العزيز حماده بخصوص المدرب بونياك، انه مصرح في احدى الجرايد ان نادي الجهرة تلقى مبالغ من اجل تعطيل الجهراء. هذا التصريح عزيز؟ اي هو متكلم كذي. ابو خالد شلونك؟ طول عمرك كابتن عزيز، شلونك؟ شو اخبارك يا الحبيب؟ الله يعطيكم العافيه. الله يطول عمرك. طبعا ابو خالد انتم محشومين وبعيدين ومنزهين جدا عن الامور هذه، لكن انا انقل لك ما حدث. انا نعم. عندي مساعد المدرب صربي. نعم. فهو بالضبط هذا ما روى، ولا وكان عنوان في الصحافه شنو العنوان؟ الصربيه. شنو العنوان؟ ان نادي العربي فقد البطوله، وان نادي الكويت يعني من ضمن الامور اللي حاول فيها انه يبعث باحد الانديه اللي هو الجهرة، وانتم يعني محشومين عن هذا الشيء، ان عرضت عليكم مبالغ من اجل ايقاف نادي العربي. كابتن عبد العزيز، بداية أنا أتكلم باسم مجلس إدارتي وبصفتي مدير جهاز كرة القدم في نادي الجهرة. احنا أكبر من الأمر هذا. أنا أمانة إذا كان هذا الكلام في الجريدة مذكور وتصريح من مدرب نادي العربي، راح نتخذ إجراء لازم في حق هذا المدرب. معنا تربطنا علاقة كبيرة مع السيد بونياك، سبق أن دربنا ولنا علاقة قوية وصداقة معه ومع العائلة، يعني عائلته الكريمة. بس إذا مصرح بالتصريح هذا والدليل حسب ما ذكرته موجود عندك، أنا أتمنى من شخصك الكريم تزودنا في هذا الدليل، لأن راح نتخذ إجراءنا القانوني حق تجاه هذا المدرب، لأننا نتكلم الآن عن كان نادي الجهرة. إحنا كابتن عبد العزيز، إحنا أكبر من اللي قاعد يقال، الكويت بيدفع، العربي بيدفع. في طرف منافس، كنت بتفوز بالمباراه، كنت تنافس. احنا بدايه الدوري كان طموحنا امانه صداره الدوري، لكن قدر الله ما شاء فعل، فكان طموحنا الثالث ولازمنا. بكره امامنا مباراه مع الساحل، طموحنا المركز الثالث الان. ومساله ان القادسيه، العربي، الكويت، احنا ما احنا طرف في موضوع القادسيه والعربي والكويت. نبارك اللي ياخذ الدوري، لكن مساله بيدخلونا في صراعات ما بين هالانديه، انا اعتقد احنا اكبر من الامور اللي قاعد يجرونا لها، سواء مدربين او اجهزه اداريه او صحافه. الموضوع اخذ اكبر من حقه. اخوي عبد العزيز حماده، الكويت دفع، العربي دفع، القادسيه تواطى، مش عارف ايش. هذه الامور امانه يعني كرهتنا في الرياضه. الوسط الرياضي لابد يكون ارغى واسمى من اللي قاعد نشوفه الان من اتهامات وطعن في الذمم الماليه، وطعن في اشخاص، وطعن في رؤساء انديه ولاعيبه. انا قبل مباراه العربي اجتمعت مع لعيبتي وكنا خسرانين مع السيف، خرجنا من بطوله خليجيه، فكانت نفسيات فريقنا يعني محبطه. فلما قعدنا قلنا ترى الحين عندنا العربي، وشفت التويتر والجمهور بيحضر هني، وكان ملح الدوري الجمهور العرباوي. يا اخوان، عندنا مركز قاعد نقاتل علشان اللي هو المركز الثالث. اذا انتم بترضون تعبنا هالسنه يا اخوان اللعيبه. اوكي يوسف في مداخله اخوك مؤيد الحداد. يوسف وياك مؤيد الحداد، الله يسلمك. تفضل اخوي كابتن. الله يسلمك. انتم طبعا بعيدين عن الامور هذه كلها. انت بمباراه العربي قدمتوا مباراه جدا كبيره وكنتوا اقرب للفوز، يعني انت تبحث عن فوز وتبحث عن مركز انك تشارك فيه. فانا اعتقد ان انتم محشومين عن الامور هذه كلها. بالعكس، نادي الجهرة نادي كبير وعنده لاعبين متميزين، ونقول لكم الله يعطيكم العافيه. لكن ما كابتن مؤيد، احنا مع القادسيه كنا الاقرب للفوز، مع نعم كنا الاقرب للفوز، مع الكويت كنا اقرب للفوز. صحيح. كل الانديه ترى المباراه الوحيده اللي خسرناها في ملعبنا. لا، انت عارف الاحتقان والفتره اللي فيها الختام، لازم اكو ناس، اكو اطراف هي اللي تحب تشعل الفتنه ما بين. اتمنى يبعدون نادي الجهرة عن لا ان شاء الله بعيد، ان شاء الله بعيد، ان شاء الله كل انديتنا بعيده عن هذا الامر. مشكور اخوي يوسف كريم، مدير فريق الكره في نادي